صباح الخير. زمن جديد هندرسه مع بعض النهاردة past continuous tense أو زمن الماضي المستمر. خلاص اتعودنا أي زمن هندرسه هنتعلم ليه بختار إني أحط الجملة اللي قدامي في الزمن ده. فأنا بختار زمن الماضي المستمر في 4 حالات. لو لقيتهم قدامي في الجملة أفهم أوتوماتيك إني أنا هغير زمنها وأخليه ماضي مستمر. الحالة الأولى يا ولاد زي ما انتوا شايفين قصادي لما يكون قدامي حدث كان مستمر في الحدوث في الماضي في وقت معين، لكن انتهى تأثيره طبعا في الوقت الحالي. يبقى حدث كان مستمر في وقت معين. يعني ايه وقت معين؟ يعني وقت الظهر، وقت العصر، ممكن اقول in the morning، ممكن اقول at noon، ممكن اقول in the evening، ممكن اقول ساعة يعني مثلا at 11 a.m. at 2 p.m. ايا كان التوقيت بس توقيت محدد في الماضي. مثال على الكلام ده الجملة اللي قدامنا اللي بتقول at 7 p.m. yesterday I was watching TV. الساعة 7 امبارح بالليل أنا كنت بشوف التلفزيون. أفهم الكلام ده إيه؟ أفهم الكلام ده إن أنت لو كنت جيت زرتني امبارح بالليل كنت هتلاقيني قاعد الساعة 7 بتفرج على التلفزيون، حدث كان مستمر. طيب دلوقتي في الحاضر لا، تأثيره انتهى. ايه تاني حاجة ممكن الاحظها في الجملة دي؟ هلاقي حد شاطر خالص يجي يقول لي احنا اخدنا في الماضي البسيط ان واحدة من الكيوردز او الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط هي كلمة yesterday. طيب ليه ما خليتش زمن الجملة هنا زمن ماضي بسيط وانتي طالبة مني ان يكون زمن ماضي مستمر؟ هقول له كلامك ممتاز، yesterday واحدة من علامات الماضي البسيط، بس انت لو بصيت في اول الجملة هتلاقي at 7 p.m. يبقى انا كده عندي علامتين بيأكدوا لي ان ده ماضي مستمر. هتسألني وتقولي ازاي؟ اقول لك لان at 7 p.m. ده وقت معين، yesterday في الماضي، فبالتالي أنا كده متأكدة إن الزمن ده ماضي مستمر. عندي فيه أكتر من علامة، عندي علامتين. ندخل على تاني حالة، ودي إن يكون حصل حدث كان مستمر لكن المرة دي مش في توقيت معين لكن في فترة زمنية محددة في الماضي. طيب إيه الفرق؟ الفرق مثلا إن أنا أجي أقولك إنه أنا من الصبح للظهر أنا كنت في المدرسة، من الظهر للعصر I was helping my mom، أنا كنت بساعد ماما في البيت. المثال اللي عندي على سبيل المثال بيقول لي from 9 to 11، من 9 للساعة 11 I was studying English، أنا كنت بذاكر English. فتحت الفترة شوية ما خليتهاش توقيت محدد لكن أنا قلت فترة زمنية ليها بداية وليها نهاية. لو لقيت العلامة دي from وقت to وقت تاني زي from 9 to 11 أفهم على طول إن أنا بتكلم على زمن ماضي مستمر. في الحالتين دول إحنا شرحنا لو حصل حدث واحد بس، سواء كان في توقيت معين سواء كان في فترة زمنية محددة في الماضي. الحالتين التانيين بيتكلموا عن حدثين بيحصلوا مع بعض، ليهم الحدثين دول ليهم حالتين هنتكلم عليهم. الحالة الأولى لو كان الحدثين دول مستمرين في الحدوث مع بعض من غير ما يقطعوا بعض في نفس التوقيت. يعني إيه؟ يعني زي المثال اللي موجود قدامي while I was cooking she was studying، بينما أو أثناء ما كنت أنا بطبخ هي كانت بتذاكر. كده حدثين شغالين مع بعض، هي ما عطلتنيش وأنا ما وقفتهاش عن المذاكرة بتاعتها، وبالتالي بما إنهم مستمرين في الحدوث مع بعض وده أنا هفهمه من سياق الجملة، هفهم أوتوماتيك إن زمن الجملتين سواء I was cooking أو she was studying هيفضل ماضي مستمر لأن مفيش حاجة قطعته. طيب الفرق فين؟ الفرق لما يكون حدثين لكن حدث طويل وجه حدث قصير قطعه. يعني ايه؟ يعني انا بجري في الشارع وجه حد وقفني. تمام؟ مين الحدث الاطول او اللي حصل الاول او الاقدم؟ هو ان انا كنت بجري. طيب ايه الحدث الاقصر او الاحدث او اللي لسه جديد حاصل حالا؟ هو ان حد جه وقفني، قطع الحدث الطويل. المثال عندي بيقول I was sleeping when the phone rang، أنا كنت نايم when the phone rang، لما التليفون رن. when هنا يا ولاد دي معناها عندما. عندما هيجي حد يقول لي طيب احنا واخدينها على انها معناها امتى او متى، هقول لك كان كلامك يبقى مظبوط لو جت في اول الجمله ولقيت في الاخر question mark، لكن بما اني لقيتها في نص الجمله وفي الاخر لقيت full stop فهنا هتكون اداه ربط بمعنى عندما او بالعاميه زي ما بنقولها لما. انا كنت نايم لما التليفون رن. مين الحدث الأطول يا ولاد؟ طبعا إنه أنا كنت نايم. إيه اللي قطع نومي؟ اللي قطع نومي هو إن التليفون رن.
هناخد قاعدة هشرحها لكم في بارت تاني بعد كده بالتفصيل، إن الحدث الأطول أو الأقدم بياخد زمن الماضي المستمر. طيب الحدث اللي بيجي يقطع الحدث التاني بنقول عليه الأقصر أو الأحدث، ده بيكون ماضي بسيط. هنشرحه بعدين. كده احنا فهمنا احنا بنستخدم زمن الماضي المستمر في الأربع حالات. إن شاء الله هتبقى أسهل بالتدريب والممارسة. ندخل بعد كده على الكي ووردز أو الكلمات الدالة على زمن الماضي المستمر. as، just as، when بمعنى عندما أو لما، while معناها بينما أو أثناء، at that time في التوقيت ده، at نقط o'clock. نقف هنا عند النقطة دي شوية. أنا حاطة لك o'clock عشان تفهم إن أنت هتحط هنا توقيت. ممكن تقول at 7 o'clock، at 11 o'clock، وممكن تشيل كلمة o'clock خالص وتستبدلها ب AM و PM، صباحا ومساء، عادي جدا. from نقط to نقط، واحنا شرحناها في مثال لما كنا بنقول from 9 to 11 من توقيت لتوقيت، او from noon to evening من الظهر لغاية بالليل، فترة زمنية لفترة زمنية تانية. all day و all night يعني طول النهار وطول الليل، ودي مجموعة من most common keywords أو أشهر الكلمات الدالة على الماضي المستمر. في غيرها؟ أيوة في غيرها، لكن هم دول أشهر مجموعة. دلوقتي احنا عايزين نتكلم على تكوين الماضي المستمر، سواء في الإثبات أو النفي أو السؤال بهل أو السؤال بكلمة استفهام. لكن علشان نكون فاهمين الزمن لازم نكون فاهمين تريك بسيطة هتسهل لي دراسة الزمن. أول حاجة إن في الماضي المستمر هو صيغة المضارع المستمر لكن في الماضي. سواء كنا في المضارع المستمر يا ولاد أو الماضي المستمر، الزمنين دول بيعتمدوا بشكل أساسي على verb to be، فعل بمعنى يكون في الحاضر أو كان في الماضي. جزء من تركيب الزمنين دول احنا أخدنا قبل كده المضارع المستمر لازم فيه verb to be لكن في البريزنت. طيب هنا احنا بنقول الماضي المستمر، خلاص بالمنطق كده يبقى أنا محتاجة verb to be لكن بتصريفه في الماضي. verb to be في البريزنت احنا اتفقنا إنه بيتحول ل am و is و are. am و is و are. am بتيجي مع I بنقول I am، كمان بنقول he she it he is she is it is، we و you و they بيجوا مع are. طيب احنا عايزين نحول الكلام ده للماضي اللي احنا هنستخدمه في تكوين الماضي المستمر. لازم نكون حافظين كويس جدا ان am و is في البريزنت بتتحول ل was في الماضي. am و is في البريزنت بتتحول ل was في الماضي. يبقى انت لو كنت بتقول I am هتقول I was. لو كنت بتقول he is هتقول he was. she is هتتحول ل she was، و it is هتتحول ل it was. you we و they اللي كانوا بياخدوا are هياخدوا المرة دي في الماضي were. في ناس هتيجي تقول لي اوكي انا حافظ القاعده لكن بتلخبط، اوقات بتلخبط جدا. هقول لك بيني وبينك كده تريك بسيطه، اللي فيها ار في البريزنت حرف الار لتر ار هتلاقيها برضو فيها لتر ار في الباست. يبقى يو بتاخد ار هتتحول لوير هتفضل الار فيها، لكن ام واز خلاص احنا عرفنا انهم بيتحولوا لواز. ندخل بعد كده بقى على تكوين الجمله، وهي ولا اسهل نفس تكوين الجمله في المضارع المستمر باختلاف بسيط يهيألي انتوا اخدتوا بالكم منه. الجملة في الإثبات بتتكون من السبجكت أو الفاعل، مضاف ليها verb to be في الماضي اللي هو was و were، مضاف ليها فعل مضاف له ing. مرة كمان، فاعل was aware فعل مضاف له ing. طيب إيه ألاحظه قبل ما أشوف الأمثلة؟ ألاحظ إن الفعل المضاف له ing ده هيفضل بنفس الهيئة في الإثبات، في النفي، في السؤال بهل، في السؤال بكلمة استفهام. هل هيتغير معايا؟ لأ، لا هرجعه لأصله، لا هشيل منه نهايات، زي ما هو هيفضل فعل مضاف له ing. نطبق. احنا معانا القاعدة باللون الأصفر فوق، هنطبق تحتها. الفعل اللي هو I was studying English، احنا اتفقنا ان الفعل او ضمير الفعل اللي بيحل محله I المفروض اخد was. ليه؟ لان ده was verb to be في الماضي. طيب اصله في البريزنت كان ايه؟ كان am. يبقى am بتتحول ل was تبقى I was studying English. تاني مثال عندي she was cooking lunch. بنفس الطريقة. ليه أخدنا was؟ لأن أصل الضمير الفعل اللي عندي اللي هو she كان بياخد في البريزنت is، و is بتتحول في الماضي ل was. بنفس الطريقة they were having fun. يهيألي ولا أسهل. ندخل بعد كده على النفي. والنفي إحنا خلينا عارفين 3 حاجات مهمة. أي حاجة بتحتوي على verb to be الجملة بتتكون فيها من verb to be.
أو بتحتوي على الفيرب to be بتتعامل بنفس الطريقة. فسواء عندك جملة فيها verb to be، سواء عندك جملة فيها مضارع مستمر، سواء عندك جملة فيها ماضي مستمر، لأنهم التلاتة فيهم verb to be بنفيهم بنوت. طيب نوت مكانها فين في الجملة؟ مكانها بعد verb to be. نطبق. الجملة بتتكون من subject، بعديها was aware، بعديها not، ثم الفعل زي ما هو مضاف له ing. I was not studying English، not جت بعد verb to be وفضل الفعل studying مضاف له ing بدون تغيير. She was not cooking lunch، بنفس الطريقة not مكانها فين؟ بعد verb to be والفعل فضل مضاف له ing. They were not having fun وده بنفس الطريقة not جت بعد were اللي هي verb to be في الماضي. ندخل بعد كده على ال yes no question أو السؤال بهل، وإحنا حفظناها قاعدة واللي نسيها نفكروا بيها تاني. أي سؤال بهل في الدنيا لازم يبدأ بفعل مساعد، وبتستخدم الفعل المساعد ده في الإجابة. نفس الفعل المساعد ده هو اللي هتستخدمه في الإجابة. yes no question لازم يبدأ بفعل مساعد. هلاقي إيه أحسن من verb to be كفعل مساعد أبدأ بيه الجملة؟ يبقى الجملة هتبدأ ب was aware، بعديها الفاعل، ثم برضو الفعل مضاف له ing بدون تغيير. وما ننساش يا ولاد ال question mark. ناخد مثال هسأله لكم بالعربي وهنحاول نطبقه واحدة واحدة بالإنجليش عشان نراجع على إزاي بنعمل السؤال وبنرتب الجملة إزاي. لو أنا سألتك وقلت لك هو أنت كنت بتلعب امبارح طول اليوم؟ أنت كنت بتلعب ألعاب طول اليوم امبارح؟ فتعالوا نركب السؤال. إحنا بدأنا السؤال بهل. هل كنت بتلعب طول اليوم؟ هل يعني هختار was aware. طيب أنا دلوقتي لسه مش عارف أختار was ولا were. أروح لتاني تريك على طول، يعني أنا حطيت نقط وتعالى نبص على الفاعل. هل كنت بتلعب؟ مين اللي كان بيلعب؟ أنت. أنت يعني تاخد إيه من ضمائر الفاعل؟ you. برافو عليك. طيب يا ترى إحنا بنقول you was ولا you were؟ ها؟ you were. برافو عليك، لأن هي كانت في البريزنت you are اتحولت ل were. ونكمل الجملة عادي بدون أي تغيير والفعل مضاف له ing، فتبقى الجملة were you playing games all day yesterday؟ هل أنت كنت بتلعب ألعاب طول اليوم امبارح؟ طيب لاحظنا were بدأت في الجملة وبعدين playing جه فعل مضاف له ing. عايزة أجاوب على الجملة دي مبدئيا من اسم البيج في الأول yes no question، يعني سؤال بجاوبه بآه أو لأ. فأنا هقول له أنا سألتك وقلت لك أنت كنت بتلعب، فأنت حاجة من اتنين، يا هترد عليا هتقول لي أيوة أنا كنت بلعب أو لأ ما كنتش بلعب. بالراحة علشان دي تريكي بوينت بتوقع ناس كتير. واحدة واحدة. فإحنا هنقول في أول حاجة أيوة أنا كنت بلعب. طب يا ترى هتقولي yes I were وتغلط ولا هتقولي حاجة تانية؟ في ناس كتير بتقع في النقطة دي وتقول yes I were. ما ينفعش، لأن احنا اتفقنا يا ولاد أبص لضمير الفعل الأول وبعدين أفكر أنا هحط الفعل اللي عندي إيه؟ الفعل المساعد اللي عندي هتختار له were ولا was؟ برافو عليك، هتقول yes I was. طيب لو هتقول لأ هتقول no I wasn't. إياكم أسمع حد بيقول yes I were أو no I weren't. التريك هنا إن السؤال لأني حطيت فيه ضمير الفاعل you فاخترت له were. حاول تفهم الجملة في دماغك بالعربي وتفهمها، لأن في ناس بترد أوتوماتيك من غير ما تكون فكرت. فأما أنا سألتك وقلت لك أنت بتلعب، كنت امبارح بتلعب، فحطيت يو عشان كده اخترت where. لكن أما أنا رديت وقلت أيوة أنا كنت بلعب يبقى yes I was أو no I was not. مثال تاني على ال yes no question. لو أنا سألتك وقلت لك هل هي كانت بتطبخ امبارح من الساعة 7 ل 9؟ تمام كده. هل خلتني على طول هختار بين was و were. القاعدة قدامي باللون الأصفر فوق، تعالوا نطبق. أنا متلخبط مش عارف أختار، هل أختار was ولا were؟ هقول لك طيب سيب مكانها فاضي وتعالى نروح للفعل. مين ضمير الفعل اللي موجود قدامي؟ هتقولي هي she. برافو. طيب she بقى تاخد was ولا were؟ اوتوماتيك بقى خلاص she هتاخد was تبقى was she ونكمل الجملة بفعل مضاف له ing. يبقى was she cooking from 7 to 9 yesterday؟ هي كانت بتطبخ من الساعة 7 للساعة 9. هنا مفيش أي tricky point فهتبقى yes she was أو no she wasn't. ندخل بعد كده على السؤال بكلمة الاستفهام، وده ما يفرقش حاجة نهائي عن السؤال بهل غير إني بحط في أول الجملة كلمة استفهام وبتمشي الجملة عادي was aware فاعل أو ضمير الفاعل ثم الفعل مضاف له ing وطبعا ال question mark.
طب أنا لو سألتك وقلت لك أين كنت تلعب طوال اليوم بالأمس؟ أنت كنت بتلعب فين امبارح؟ أول حاجة أدور على أين. إحنا خدنا الكويستشن وورد أين بمعنى where. طيب أنا هختار was ولا where يا ولاد؟ كالمعتاد أنا متلخبط. أروح وأدور على الفاعل. أنا قلت لك أنت كنت بتلعب فين؟ أنت يعني you. طيب you تاخد was ولا where؟ اوتوماتيك بتاخد where، ونكمل الجملة عادي. يبقى where were you playing all day yesterday؟ انت كنت بتلعب فين امبارح؟ فانا هرد عليك واقول لك انا كنت بلعب في المكان الفلاني. فهقول انا. طب انا هقول ايه؟ where؟ لا غلط، هقول was. I was playing football at the sports center. انا كنت بلعب كورة في مركز الرياضة. طيب في هنا نقطة عايزة أتكلم فيها معاكم. كلمة where اللي فيها H بمعنى كلمة استفهام بمعنى أين. إنما where التانية اللي هي ما فيهاش H دي verb to be في الماضي بمعنى كان. إياك تغلط وتتلخبط. ناخد سؤال تاني. لو أنا سألتك على سبيل المثال وقلت لك هو كان بيذاكر إيه امبارح الساعة 8؟ ماذا كان يذاكر بالأمس الساعة 8؟ كلمة الاستفهام ماذا معناها أوتوماتيك what. تاني حاجة هنحطها هو verb to be في الماضي. هنسيب مكانه فاضي للناس اللي بيتلخبطوا لغاية ما احط الفعل. هو كان بيذاكر ايه؟ هو اللي هو ضمير الفاعل he، واوتوماتيك هتاخد was. يبقى what was he studying at 8 p.m. yesterday؟ يهيأ لي سهلة جدا. لما أنا أسألك وأقول لك هو كان بيذاكر إيه امبارح بالليل الساعة 8 هتقولي أي رد بقى. فممكن نقول he was studying math yesterday at 8 p.m. كده احنا خلصنا زمن الماضي المستمر. ايه اللي احنا نركز فيه علشان ما نقعش في الزمن ده؟ اول حاجة هنتكلم عليها verb to be في الماضي. I, he, she, it كل دول بيتحولوا لwas في الماضي. I كانت من الأساس يا ولاد اتفقنا إن هي بتاخد am في البريزنت هتتحول لwas. he و she و it كانوا بياخدوا is وبرضه هتتحول لwas. يبقى احنا حافظين في الماضي المستمر إن I مع he و she و it كلهم بيتحولوا لwas. طيب بالنسبة ليو we و they التلاتة لأنهم كانوا بياخدوا are من verb to be في البريزنت هيتحولوا التلاتة لwere في الماضي. حاجة تانية أخد بالي منها في الزمن ده، أيوة لاحظ إن في الإثبات والنفي والسؤال بهل والسؤال بكلمة الاستفهام لازم هلاقي verb to be في الماضي. was و were موجودة معايا في الجملة مكان ما رحت، مش هيختفوا نهائي من الجملة. تمام كده؟ طيب حاجة تانية ألاحظها. تمام، في الإثبات والنفي والسؤال بهل والسؤال بكلمة الاستفهام الفعل بيفضل مضاف له ing بدون تغيير. إياك ترجع فعل لأصله، إياك تشيل نهايات. cooking, studying, playing, sleeping أيا كان الفعل هيفضل مضاف له ing. حاجة كمان آخد بالي منها was not هيها wasn't. were not مفصولة هيها weren't. لكن where اللي فيها ال H هي مش هي زيها زي where اللي ما فيهاش ال H. طيب إيه الفرق؟ الفرق إن where الأولانية يا ولاد دي question word أو كلمة استفهام بمعنى أين. لكن where التانية اللي مش فيها H دي verb to be وده فعل مساعد في الماضي بمعنى كان. وصلتوا لغاية هنا يبقى برافو عليكم. هو كان درس أنا شايفاه بسيط بس محتاج شوية تركيز. تابعوني على درس إنجليزي أونلاين علشان تشوفوا معايا دروس تانية تفيدكم في دراسة الإنجليش. باي باي.